يا ترى هيحصل ايه لو جبنا دم انسان حقيقي وحطيناه على عسل؟ ومش بس كده، هنجرب نشوفه تحت الميكروسكوب عشان نشوف اللي بيحصل بالظبط. اعتقد يا جماعه الناس اللي بتتفرج عليا ما كانوش يعرفوا ان العسل كانوا بيستخدموه في الحضاره اليونانيه القديمه كعمله بيدفعوا بيها وبيتاجروا بيها، وكمان بيتاخد عليها ضرائب. ده غير كمان ان هم لقوا عسل في مقابر فرعونيه قديمه، وده يعتبر الحضاره الفرعونيه اول ناس استخدمت العسل في الغذاء بتاعها. ففي الاول هنجيب الدم ونحطه تحت الميكروسكوب، وده المنظر اللي احنا هنشوفه. اول ما نحط الدم هتلاقي فيه خيوط من الفبرين اللي اتكونت من بروتين الفايبرينوجين، وده المسؤول عن الدم ان هو يتجلط عشان يحمي الجسم لو حصل لا قدر الله جرح ويفقد الدم كله. وهنا اول ما ببتدي اضيف العسل عليها بنشوف ان حجم كرات الدم اتغير وبقى اصغر وانكمش، وده بسبب ان الخيوط البروتينيه اللي عندنا ابتدت كمان ان هي تختفي. وده ببساطه لان العسل بيكسر البروتينات دي لانه بيحتوي على تركيز عالي جدا من السكر. ده غير ان العسل حامضي لو انتم ما تعرفوش، فده بيضيع اللون بتاع الهيموجلوبين بتاع الدم عشان يتفاعل معاه. هتسالني وتقول لي ايه اللي جاب لك فكره انك تحط دم على عسل؟ واحنا يا ابني في شارع العلوم بنعمل حاجه طبيعيه؟ اسئله اصلا غير منطقيه يا جماعه.